المهندس عادل القيعي ووصلة ردح من خالد الغندور. الترجي يواصل مرانه اليوم واستقبال للنادي الأهلي في رادس، ومعلول يمني نفسه بالفوز، والأهلي يواصل تدريباته أيضا للفوز بالكأس الغالية في لقاء السحاب أو لقاء الموسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة هواية وفن ابتكار. دقائق قليلة وتبدأ مباراة الموسم أو ديربي إفريقيا بين الترجي التونسي والأهلي. احنا بنقول الترجي علشان الماتش الأولاني عندهم. طبعا الترجي بيعاني من غيابات كثيرة، الهوني وحمدي بن عياد وبن شريفية احتمال كبير انه ما يلعبش. الترجي لجأ للهلال عشان يشوف الشكوى بتاعته وصلت لايه في افريقيا، لانه كان عشمان انه يلعب. الاهلي برضه توقع عليه عقوبات ويلعب بدون جمهور، لان ماتش النهارده بدون جمهور دي فرصه كبيره للاهلي علشان يوصل. النهارده ان شاء الله النسر الاهلي هيحلق في سماء رادس، وزي ما قلنا انه يكون بدون جمهور، لان ماتش شديد القبائل كان في مشاغبات ومشادات كتيره جدا، وصلت انهم اضرموا النيران في المدرجات واشتبكوا مع رجال الامن. وان شاء الله النسر الاهلاوي هيحلق في سماء استاد رادس اليوم، رغم انف الجماعه اللي هم عايزين الاهلي يرجع لمستواهم، عايزين يجذبوا له القاع، لكن مش هينجذب. وخصوصا القناه اللي ليل نهار شغال على الاهلي، وبندم اللي هو يعني اهان واخطا في حق المهندس عادل القيعي. ولكن هناك فارق كبير بين هذا وذاك، والأهلي تقدم بشكوى رسمية ضده، لأنه طبعا ما يصحش أنه يهين رمز من رموز النادي الأهلي بهذه الطريقة. وإن شاء الله الأهلي يفوز ويتأهل للنهائي الإفريقي، لأنه تعود على ذلك، والترجي برضه تعود على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.